صباح الخير. عارفة ان انتم متعودين عليا دايما بقول صباح الخير والسعادة ودايما مبتسمة، حتى وانا بديكم نصايح او بقول لكم على خطوات تتعمل مع اولادنا عشان نربيهم صح. بس بقالنا فترة بنسمع وبنشوف عن جرائم تشيب لها الابدان ويشيب لها الصغار. وحقيقي انا مش عارفة هنفضل كده لحد امتى. الامور من سيء لأسوأ. قبل ما انام امبارح قريت خبر طفل عنده 11 سنة خدوا أصحابه أو زمايله أو جيرانه، أنا مش عارفة القصة بالظبط إيه، بالعافية، والولد كان باين على وشه الذعر والخوف، وخدوه بيتهم ودخلوا هشموا راسه وذبحوه وقطعوا ودنه. وما اكتفوش بكده، الولد قبل ما يتوفى عشان يخلصوا منه ومن الجريمة، ولد من الولاد اللي خدوه، الولاد طبعا في سن كلهم اعدادي، تانية اعدادي وتالتة اعدادي، خدوه سحلوه في الارض لحد ما وصلوا المكان يرموه فيه. اللي عمل كده اطفال، تخيلوا، يعني احنا نقول تانية وتالتة اعدادي دول اطفال، اللي عمل كده اطفال. متخيلين يا جماعة؟ في حاجة غلط. ومفيش حد بيتربى على لين القلب يقدر يعمل كده. الله أعلم هم تربوه ازاي، بس أنا ما زلت بقول وهفضل طول عمري وطول ما فيا نفس أقول: الضرب، العنف، التعنيف، ضرب الزوجة قدام الولاد، ضرب الولاد، الإهانة، شرب المخدرات قدام الولاد، السماح ليهم بإن هم يتفرجوا حتى على كرتون فيه ضرب، ممنوع. ممنوع منعا باتا يا جماعة. ارحموا ولادكم، ارحموا ولادنا، ارحموا ولاد الناس من فرجة ولادكم على الحاجات الدموية. أرجوكم ما تسيبوش التليفون في إيد ولادكم من غير ما تعرفوا هما بيتفرجوا على إيه، عشان في حاجات اسمها دارك ويب. الحاجات دي بتعمل نشوة عند الولاد خصوصا الصغيرين. الموضوع بيبتدي بخوف ورعب، وبعد كده الموضوع بيبقى نشوة، بيحبين يقلدوا وحابين يسمعوا وينفذوا الكلام اللي بيتقال. أرجوكوا، السوشيال ميديا حلوة، الإنترنت والانفتاح على العالم حلو، مفيش كلام، بنقدر نعرف معلومات. خلينا نوظف ده صح لولادنا، بلاش انشغالنا عن ولادنا يوصلنا ويوصلهم لمرحلة القتل والدم واستحلال الدم واستحلال الضرب واستحلال القسوة. ربوهم على لين القلب، ربوهم على التسامح، ربوهم على الحنية والحب. صدقوني هنطلع مجتمع مختلف عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه. احنا مش هنكمل لحياة ولادنا اللي هم عايشين فيها، بس لما هنروح هنبقى مطمنين انه الجيل اللي طالع جيل محترم، جيل عنده رحمة. ربوا فيهم الرحمة، بلاش تربوا فيهم العنف، بلاش تربوا فيهم الأذى والذل وموت القلب. الضرب بيموت القلب، صدقوني الضرب بيموت القلب. الضرب بيخرج الوحش، الضرب بيخرج الوحش اللي جوه البني آدم. البني آدم هيفضل أو الطفل هيفضل يخاف لفترة معينة، بس بعد كده هيتحول لوحش. صدقوني صدقوني بعد كده هيتحول لوحش. بلاش. جربناه كتير ومحدش يقول لي ما احنا اتضربنا واحنا صغيرين وكويسين. انا ما شفتش حد اتضرب وهو صغير وهو كويس، بجد ما شفتش حد اتضرب وهو صغير كويس. عنده مشاكل، عنده مشاكل في التواصل، عنده مشاكل مع نفسه، الا من رحم ربي اللي اتضرب وهو صغير نتيجة ان الاهل ما كانوش عارفين وما كانوش فاهمين، وقعدوا مع الطفل ده وفهموا وعرفوه ان هم كانوا غلط واعتذروا له ان هم كانوا غلطانين، وبدأوا يغيروا نظامهم واسلوبهم. الحقوا ولادكم قبل فوات الاوان. انتوا بتربوهم مش لزمانكم، انتوا بتربوهم لزمانهم. ربوهم ان هم ما يعيشوش بقية عمرهم في السجن، ربوهم ان هم يعيشوا بقية عمرهم في حياة كريمة. ربوهم ازاي يعملوا مستقبل لنفسهم، ازاي يعملوا حياة حلوة لنفسهم. ربوهم ان احنا موجودين في الدنيا عشان ننفذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى في اي ديانة ايا كانت، ايا كان مين بيسمعني، ايا كانت ديانتكم. كتاب ربنا وكلام ربنا عمره
محرض على قتل النفس وزهق الأرواح والتمثيل بالجثث والسحل. ارجعوا للفطرة، هترتاحوا وتريحوا ولادكم.